مثلا هناخد يلجأ للظهير الصحراوي ويعمل فيها مدينة سكنية، المدينة دي تكون قاصرة على الناس ويتقال شبرا الجديدة عشان ينتقلوا كلهم مع بعض، يفرغ كتل سكنية مجمعات سكنية من كتل. بالظبط كده. عارف ليه؟ عشان أضمن إنها تسكن. ما هو المدينة دي تعالى نيجي نرجع بقى نقول للي هو نص 3/4 راح للتجاره. يعني الشقق دي اتوزعت للتجار وعوام الشعب وخلافه والكلام ده كله. طب نقول الربع اللي هو فعلا وقف في الطابور وقعد بقى اتبهدل ودفع ال 5000 جنيه وحجز الشقه واستلمها بعد 5-6 سنين، ده مش ساكن فيها ليه؟ بقول لك في تواصل يا حاج بعد اذنك استاذ مصطفى، هنكمل نشوف النقطه اللي انت وصلت فيها، لان احنا لما طرحنا الموضوع دلوقتي بنتكلم ان ممكن يبقى عندك شقه يا جماعه اللي بيتفرجوا عليا اللي عندهم اكتئاب، اللي قاعدين في اوضه مع اهاليهم حياتهم دمار، ايجار جديد، ينفع يبقى عندك شقه بمعاونه الدوله مع الشرفاء من رجال الاعمال، يبقى عندك شقه ب 35 و40 الف جنيه، يعني وصلت ل 50 حتى قسط. ده قصه جميله جدا تدي امل. في تواصل بيحصل، كلموني على التليفون. معايا الاستاذ طه من رود الفرج. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. رايك في الموضوع اللي بنتكلم فيه؟ انا العمليه دي بجد يعني يئست منها. انا خطبت مره واحده ما حصلش نصيب بسبب موضوع الشقه. انا امنيه حياتي ادور على شقه 2 وصاله مطبخ وحمام اقعد فيها، ادفع 5000 جنيه واكمل بيها. لكن دلوقتي اخش اروح ادور على شقه، اول حاجه ايجار جديد وادفع حوالي بتاع 10 غير كل شهر مثلا 500-600 جنيه. انا مرتبي مش هجيب ال 500-600 جنيه. تمام. هل هسدد بيه الشقه، ايجار الشقه، ولا هاكل انا ومراتي وعيالي، ولا هصرف على ايه ولا على ايه؟ طبعا انت كويت بنار الموضوع ده لما تسمع دلوقتي ان احنا نقدر نعمل ده بالتعاون مع وزاره الاسكان. رايك انك بتدعم حاجه زي دي تحصل ولا لا؟ اكيد طبعا يا باشا. انا اصلا كان عندنا بيت وقع. تمام. قعدت مثلا بتاع 2 اجري ورا المحافظ عشان يديني ختم النسر وادفع 2000 جنيه اخد شقه زي بيت الناس ومن حقي. تمام. فالموضوع ده مش لاقي له حل. ربنا يحلها من عنده ان شاء الله. وعايز انوه شكرا ليك يا طه من رود الفرج، ومستني التواصل مع حضراتكم في اتصالاتنا التليفونيه اللي هتظهر على الشاشه. لكن في نفس الوقت لازم اقول ان حصل تواصل دلوقتي لمكتب وزير الاسكان، والحقيقه هو رد مدير مكتبه وهو في اجتماع حالا، وقال ان الموضوع كله هو انهم بيتابعوا الموضوع وهيتم الرد عليه. في نسخه كمان اللي هو في الاجتماع دلوقتي توصل المهندس ابراهيم مهلب، وهو من الشخصيات الفاهمه قوي اللي احنا بنقوله، وممكن يحصل تواصل قريب. ولو هو خلص الاجتماع هيدخل معانا دلوقتي. في اتصالات تاني معايا يا استاذ حسين؟ طيب كمل كلامك. اتفضل يا حاج. بالنسبه للفرق بين الافكار بتاعتنا وفرق بين الفكر بتاع الحكومه اللي هو عمل مدينه زي اكتوبر زي العبور زي الشروق. لا انت عندك ادوات تعمله، انت مش افكار بس. لا ده يعني ادوات. اللي انت بتقوله ده انت ملزم وعندي الارض. وانا يعني كمان مجموعه يعني منهم رجل اعمال استاذ سامح عويس واستاذ سامي عويس، دول اخوات ويعني هم رجال اعمال في الكويت مستعدين انهم يضخوا اموالهم وكل حاجه في مصر. تمام. اقتنعوا بالمشروع واقتنعوا تمام يعني وما عندهمش اي مانع ان احنا كلنا نجتمع. ورجال اعمال ثانيه اخرى خدت بالك في الاراضي موجوده. بس احنا محتاجين بس اوراق من الحكومه نقول ابتدوا. تمام. اشتغل. تمام. انا واثق في ان المهندس ابراهيم مهلب احنا بصدد انه يتابع معانا الملف ده، واستجابه برده سريعه. وعايز اقول لك انها هو لولا بس في اجتماع، ولكن المكتب كله قال احنا متابعين الموضوع ده، وانا هتابع تاني. مثلا التواصل ده نقدر نحل ازمات. في شباب اهو بيتصلوا الحقيقه. معايا الاستاذ نادر من بني سويف. الو. اهلا بيك يا استاذ نادر. اهلا يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. رايك في الموضوع بنتكلم فيه ان ممكن اي شاب يلاقي عنده شقه قسط ب 30-40 الف جنيه. هو صراحه حضرتك الموضوع ده موضوع جميل جدا. انا بشكر حضرتك على اللي بتقدموه في القناه، بس انا كان عندي وجهه نظر هعرضها على حضرتك يمكن تفيدكم في حاجه. اتفضل يا فندم. اولا احنا لو جمعنا من الناس اللي هي ما بتشتغلش، الطبقه الفئه اللي ما بتشتغلش،
كافه الحاجات اللي او المهن اللي هي لازمانه للبنى. يعني بمعنى واحد كهربائي، واحد بناي، واحد سباكه، وعرضنا عليهم ان هم يشتركوا في البناء لمده شهرين او 3، يعملوا وحدات سكنيه مقابل ان هو ياخد شقه بتخفيض. يبقى احنا قدرنا نحصل على العماله ببلاش. واخد بال حضرتك؟ هي دي النقطة اللي طب بتكلم فيها. التدخل مع الحاج عادل هو عايز ده هي اصلا اتعملت علشان تشغيل العمالة وتدريب عمالة أخرى. يعني كمان احنا هنعلم عمالة ناس ما عندهاش خلفية عن العمل ده، وهنعلمهم وندربهم ونخليهم منتجين. يعني في كل دول العالم الشعب ده هو في الرأي. ده حقيقة. يعني لو احنا خدنا العمالة، يعني انا لو عايز ابني مثلا وحدة سكنية 5 ادوار مطلوب فيها كام بناي وكام كهربائي وكام سباك، وخدنا الناس اللي هي بتدور على سكن وشغلناهم معانا لفترة 5 شهور مثلا او 4 شهور مقابل ان هو يحصل على الشقة بتاعته بجزء اقل من الشقة العادية، يبقى انا جبت العمالة كمان المؤهلة ببلاش. شكرا ليك يا استاذ نادر من بني سويف. الافكار بتطلع ازاي؟ الشعب المصري ولاد بالافكار. ما هو ده وقت ان احنا نشتغل. استاذ مصطفى مش هقعد انا مستني التحديات السياسيه ومين هيمسك والاحزاب والكلام ده. للاسف ان احنا برضو دايره المعركه السياسيه اللي احنا بندور فيها في حلقه مغلقه علينا ديت، ومش قادرين نخرج للقضايا الاجتماعيه المهمه. احنا عندنا مشاكل مهمه، لسه المستشفيات فيها مشاكل، لسه السكن فيه مشاكل، لسه الامن في الشارع فيه مشاكل. ففي حاجات خلاص محتاجين ان احنا خلاص الدوله محتاجه عمليه افاقه سريعه ان هي تخش في مرحله احتياجات الناس. تمام. لان الناس خلاص الناس استهلكت، الناس من 3 سنين فاتت. ولو هم عليهم ضغوط، ولو دلوقتي واحد من الشعب قادر انه يساعد والله يعني يساعد. وانا اعتقد انا بناشد الباشمهندس ابراهيم محلب، واعتقد ان هو هيستجيب له ان شاء الله، لان هو المهندس ابراهيم محلب راجل يعني هو راجل اقتصادي بعيدا عن فكره الوزاره، هو راجل اقتصادي وبيميل للنوع ده من المشاريع. فاعتقد على فكره انا عايز اقول لك هو الموضوع حتى ما طرحوا عليا حاج عادل قال لك ولا انا ما اعملوش، يعني انا اقول له كمان ادي الحكايه وادي التكلفه، يعني هو مش طرح الفكره، هو شاف حاجه بعينيه عايز يحلها، طرح الفكره، عنده رؤيه ليها للحل بتاعتي. خدت بالك يا جماعه انا بقول اهو، انا اقدمها للحكومه هي تنفذها. الحكومه ما عندها مشاغلها، خدت بالك، تقف جنبنا واحنا ننفذها. عن طريق اشرافهم علينا ومراقبتنا. لو ارضنا احنا تراقبنا وتقول لنا لو لقيت المشروع بيزيد بيعه اكتر من المبلغ اللي احنا حددناه يتسحب الارض وتتصادر فلوسنا وتعملوا كل حاجه، بس تسيبونا ساعدونا نجرب مع الناس، خلونا الافكار بتاعتنا، اقفوا جنبينا، اسمعونا. احنا بس كل اللي احنا طالبينه موافقات ان احنا نبني على الارض دي. تمام. والمشروع كله ضموا له الناس اللي تقدم عندكم انت في المحافظات، خلال الدوله، خدت بالك، عن في الدوله او في الوزاره، ده كله ما عندناش فيه مشكله. الراجل بيفكر بس بقلبه ومش مستني ننطلق. لازم نبتدي كل واحد في مجال يشتغل. يعني هي القيود البيروقراطيه ديت هي لازم تمام في الوقت الحالي، لازم البلد مشبعه بالازمات يعني. عن الموضوع الفكره ابتدت ازاي؟ خدت بالك اللي هي الفرق بيننا وبين كفكره كمشروع اسكان بس. تمام. لازم عشان الفكره دي تتم ونضمن ان المدن دي اللي احنا هنعملها هتسكن، يبقى لازم ناخد يعني مثلا نقول شمال القاهره او شبرا او جنوب القاهره او غرب القاهره. تمام. لازم تنحصر كده. ليه؟ عشان دول نقول مثلا شبرا دي هي شمال القاهره، خدت بالك، اللي هي الزاويه ورود الفرج. تعمل شبرا جديده قريبه لقرايبه. تمام. يبقى شبرا مش قريبه من شبرا، دي في التوسعات، في التوسعات بس في الامتداد بالظبط. هيطلعوا دول كده. تمام. مع بعض اصحاب ترابط اجتماعي اللي احنا اتعودنا عليه، كل ده كده ضمننا روح انتماء. بالظبط. روح انتماء كمان للوطن نفسه، بينتمي لبيته اكيد بينتمي لوطنه. بالظبط كده. صح. فرق لسه كنا بنتكلم انه الاستاذ مصطفى الانتماء الوطني، ان انا الايجار الجديد بياخدني من المنطقه دي للمنطقه دي للمنطقه دي، ما بحسش بانتماء وطني. انما احيائنا احنا عندنا انتماء
خدت بالك، عندنا ترابط اسري بيننا وبين بعض والكلام ده. استاذ عادل يعني في عجاله عشان بنقفل كده خلاص وقتنا طار، امنيه منك اخيره كده ان شاء الله لبلدنا وللي انت عايز تديه لبلدنا. والله انا على استعداد تام بكل جهودي وكل يعني شيء انا اتعلمته ان انا اقدمه لبلدي، وما عنديش اي مشكله وبدون مقابل كمان. ربنا يكرمك يا حاج عادل. المشروع ده يتنفذ، الحكومه تنفذه، ما عندناش مشكله، احنا نروح نديها الافكار ونعرض عليها وهي تنفذ. هيحصل تواصل معاك لان الموضوع ان شاء الله يدرس من وزير الاسكان. كلمه منك في الموضوع ده نختم بيها حلقتنا. والمهندس ابراهيم محلب، انا بحترم ان هو عنده اجتماع دلوقتي، ولكني هطلع، انا عندي حلقه يوم الاحد اتابع الموضوع ده مع سيادته، ما يكونش فيه اجتماع ان شاء الله. يا معالي الوزير اتفضل. عشان من يوم الاحد القادم المهندس ابراهيم محلب يتصل يحدد ميعاد مع الحاج عادل ان شاء الله. بنامل في دوت، واملنا في مصر بلدنا كبير. بنحاول زي ما قلت لحضراتكم، زي ما بنعرف ايه الاحداث نبني بلدنا ونبتدي بيها، ونقول لاي مسؤول احنا عندنا افكار بلدنا في كل الاتجاهات. حاولنا ان احنا نعيش مع حضراتكم احداثنا الصباحيه في اتجاهات عديده. في النهايه بشكر ضيوفي الاعزاء الاستاذ مصطفى بركات كاتب الصحفي وزميلنا العزيز من فيتو، الحاج الوطني الجميل الحاج عادل حموده. بشكرك انت وكل اصحابك رجال الاعمال اللي بيفكروا يفيدوا البلد من غير مكسب، وكل شعب مصر اطلبوا بحقوقكم من اي مسؤول، ده حقكم ودورنا ان احنا نقول كل الافكار. شكرا ليكم. واي واحد بيفكر يعمل حاجه وحشه زي ما الناس الجميله دي بتحب تعمل حاجه حلوه، لكن اللي بيمكر كده في حاجات على بلدنا هقول له دايما واختم: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شكرا لكم، الى اللقاء.